الصحب والخلان، السلام عليكم. هذه الطائرة العسكرية التي ترونها هي طائرة تركية تابعة لسلاح الجو التركي، أقلعت بالأمس من العاصمة أنقرة وحطت اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهي تحمل على متنها أطنانا من المساعدات الطبية التي قدمتها تركيا إلى الولايات المتحدة. لا يسعك وأنت ترى هذه المشاهد إلا أن تقول سبحان الله، تركيا هذا البلد المسلم بات يقدم مساعدات لدول من شتى أنحاء العالم، بما فيها دول عظمى، بل وأعظم دولة في العالم وهي الولايات المتحدة. حقيقة شيء يبعث على الفخر. شحنة المساعدات التركية التي تحمل معدات طبية لمكافحة وباء كورونا في الولايات المتحدة التي تعتبر البلد الأكثر تضررا في العالم من هذا الوباء. هذه الشحنة تحمل حوالي 500 ألف قناع وكمامة وأكثر من 400 ألف مريلة واقية، إضافة إلى 2000 لتر من المطهرات، إضافة إلى الآلاف من واقيات الوجوه وكمامات من طراز N95 و1500 نظارة واقية كذلك. طبعا كان في استقبال شحنة المساعدات التركية السفير التركي في واشنطن سردار كلتش، وكذلك مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون أوروبا وأوراسيا فيليب توماس ريكار. طبعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وجه شكرا عميقا لتركيا على هذه المساعدات، إذ قال بومبيو: نحن ممتنون لصداقتكم للشعب الأمريكي ومشاركتكم ودعمكم له. وقال أنه في أوقات الأزمات يجب أن يقف حلفاء الناتو جنبا إلى جنب، لذلك نشكر تركيا على ما قدمته من مساعدات طبية لنا ولدعم مواجهة تفشي وباء كورونا بالمناطق الأكثر تضررا في بلادنا. قبل الاستماع إلى خطاب المسؤول الأمريكي، من الضروري التأكيد أن تركيا أرسلت مساعدات طبية إلى 54 بلدا حول العالم لمواجهة فيروس كورونا، وأنها من الدول القليلة في العالم التي كان لديها اكتفاء ذاتي. دعونا نستمع. A great honor for me to be here today at Joint Base Andrews with my friend, the Ambassador of Turkey, Ambassador Kilic. إنه لشرف لي أن أكون هنا اليوم برفقة صديقي السفير التركي السيد كيليتش في استقبال مساعدات تركيا السخية جدا والتي تحتوي على معدات طبية. هذه المعدات مهمة جدا بالنسبة للطواقم الطبية في الولايات المتحدة في مواجهة فيروس كورونا. ما حدث اليوم يؤكد بوضوح قوة التحالف داخل حلف الناتو التي تجمع تركيا والولايات المتحدة، ويظهر متانة العلاقات التاريخية والصداقة بينهما. إن التعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها وأصدقائها اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى في كفاح الولايات المتحدة لفيروس كورونا. وعلى الرغم من المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للدول الأجنبية، إلا أنها لا تستطيع القيام بكل شيء بمفردها. المساعدات التي أرسلتها تركيا اليوم تحمل أهمية حياتية بالنسبة لنا على صعيد مكافحة كورونا. Rabbimize binlerce şükürler olsun ki bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin çaresiz kaldığı الحمد لله آلاف المرات أننا نجحنا في الصمود في هذه المرحلة العصيبة، ففي وقت ظهرت الدول المتقدمة عاجزة عن فعل شيء في الكثير من المواضيع، فإنه كان لدينا اكتفاؤنا الذاتي، بل تجاوزنا الاكتفاء الذاتي فقمنا بإرسال مواد ومساعدات طبية إلى 54 دولة في شتى أنحاء العالم من أجل مساعدتهم على مكافحة الوباء. وقد أصبحنا أملا بالنسبة لأصدقائنا في شتى أنحاء العالم.
فنحن لم نتردد في إرسال المساعدة لكل الدول الصديقة التي طلبتها منا في هذه المرحلة الصعبة من البلقان وحتى إفريقيا، فقد مددنا يد العون للأصدقاء في مناطق شاسعة من العالم. ومؤخرا ها نحن نرسل مساعدات ومعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل كمامات وواقيات للوجه وواقيات للعينين ومعقمات وبزات واقية. تنقل هذه المعدات والمساعدات طائرة تابعة للقوات الجوية التركية. Bu malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait askeri nakliye uçakları yarın Amerika'ya hareket ediyor.